في خلاف ما بين سوهاج واسيوط، في خلاف ما بين قنا والاقصر، قلنا لك احنا جايينش من بلادنا عشان نختلف هنا. مشاهدينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. احنا النهارده طبعا في مكان اكثر من رائع، يمكن المكان اللي دايما لما بتيجي هنا تلاقي كل اهل الصعيد، بتلاقي الناس كلها موجوده هنا في حب واخاء. طبعا المكان ده مكان الشخصيه اللي معنا النهارده، وهي طبعا الحاج كمال عثمان مخلوف. اهلا وسهلا بك يا عم الحاج. نورتني احمد بيه. الله يخليك يا عم. انت وفريق العمل بتاع حضرتك. الله يخليك يا عم. انا بالنسبه لي احمد عمران من الشباب الجميل المحترم اللي انا بفتخر بيه الله يخليك يا عم. كابن من ابناء الصعيد، شاب مثقف ومحترم واعلامي مميز، وربنا يديم عليك الستر والصحه والعافيه. شرفت مكانك وبيتك ووسط اخواتك وانت وكل فريق العمل وكل ابناء سوهاج. كلام على دماغي من فوق والله، ورساله من حضرتك يعني جزيل الشكر عليها. الله يبارك يعني فيك يا احمد. احنا طبعا النهارده بنتكلم في رابطه ابناء الصعيد، بما ان حضرتك ممثل، ان انت رئيس رابطه ابناء الصعيد ونقيب الفلاحين. رابطه ابناء الصعيد يعني نشأتها كانت ازاي وبدات ازاي وايه الفكره منها واهدافها الحياه اللي زي كده؟ والله احنا من 15 سنه اجتمعنا احنا وقامات كبيره من ابناء الصعيد ممثلين في 7 محافظات يعني، وقلنا عاوزين نعمل ملتقى لينا يعني نفيد اولادنا وناسنا، في ناس محتاجانا وبعدين كنا نسمع يقول لك في خلاف ما بين سوهاج واسيوط، في خلاف ما بين قنا والاقصر، في خلاف ما بين اسوان ومش عارف ايه. قلنا لك احنا جايينش من بلادنا عشان نختلف هنا، احنا جايين نحسن وضعنا وعيشتنا. وعلى راي المثل يعني اللي بيقولوا في الصعيد عنديني ده، كانوا يقولوا الحزن وسط عيال العم فرح، الحزن فما بالك من الفرح والعمل والخير والشغل والانتاج. فاجتمعنا واكثر من 10 15 لقاء متكررين ورا بعض، وعملنا رابطه كده الهدف منها معنوي تستفيد به كل بلادنا. الرابطه فيها قامات كبيره، فيها لواءات وفيها مستشارين وفيها دكاتره في الجامعات وفيها اعلاميين وفي ناس مثقفين، كله معنوي دون اشتراكات، يعني لا حد ما يدفع ولا حد ما ياخذ. احنا معانا المكان تبرعنا به للرابطه، المكان ده فدان ونص يعني، مبني ومجهز على حدث ما يكون. ليه مقرين ثاني، مقر صغير اللي هو دي، ومقر صغير من الناحيه الثانيه في المريطين، دول كلهم ملك ليه؟ لرابطه ابناء الصعيد. الدوله مع تخاطبنا من خلال رابطه ابناء الصعيد، ومع خطب الدوله من خلال رابطه ابناء الصعيد، زي ما تمثل اي عيله هنا في القاهره والجيزه او اي قبيله او اي بلد. رابطه ابناء الصعيد ما تمثل بالوضع اللي يليق به كياني وقاماتها العظيمه وبتاريخنا المشرف، خاصه في العمل الوطني. فنجي نحتفل بكل المناسبات الطيبه، ونحتفل وندعي بعض ونعمل مؤتمرات ولقاءات ننور بصيره ابنائنا من ابناء الوطن، ونعلمهم كيف حب الوطن، ونعلمهم انه الوطن هو غايتنا يعني. وحتى لو الظروف الاقتصاديه كانت صعبه شويه، حتى لو الاسعار كانت مش في متناول الجميع، الا انه دائما نوصل رساله لاولادنا من ابناء الصعيد انه الوطن اغلى من كل الحاجات. والوطن لو راح من في شاعر عراقي كان يقول اللي مضيع ذهب او ذهب بلغه الصعيد سوق الذهب يلقاه، واللي مضيع وطن وين الوطن يلقاه. يعني الوطن اغلى من الذهب والياقوت والالماس، اغلى ما يكون. احنا النهارده عايشين في مصر الحمد لله حرين متحررين، لا في مخيمات ولا في حد ما يوجهني. تعداد كبير، ربنا يزيد ويبارك، وربنا يجعل لنا مخرج في الظروف الاقتصاديه كده، وربنا ياخذ بيدنا ان شاء الله، وربنا يوفق السيد الرئيس البطل عبد الفتاح السيسي وحكومته العظيمه المحترمه، ووفق ابنائه من الشعب المصري وابنائه من الجيش والشرطه والقضاء والاعلاميين اللي زيك المحترمين، اللي هم عارفين يعني وصلوا رساله لكل ابناء الوطن وخاصه الشباب. دائما وابدا اتمنى يكون احمد بيه وكل حبايبه ما تنسوش ابناء بلدكم، ابناء وطنكم واخواتكم. الناس اللي عندها فكر ضعيف او فكر عقيم اتعبوا معاه يعني، وصلوا له رساله انه احنا بلدنا لو راحت مننا ما هترجع ثاني. فان شاء الله ربنا يدوم عليك الستر والصحه والعافيه. فالرابطه بتستفيد منها حتى في الخلافات داخل المحافظات، يعني ساعات يبقى في خلاف في اسيوط، خلاف في قنا، خلاف في ابو طشت، خلاف في نجع حمادي، خلاف في البلني، نتصلوا بقامات المراكز والمحافظات ونقعدوا قاعده خاصه، ومن خلاله تتحرك البلاد يعني في المصالحات. يجي واحد تعبان عاوز سعادتك يروح الدكتور اللي هو بيجيبه على حساب الدوله دي نفقه الدوله، نكلم احد النواب من بلادنا. طبعا كل دائره ولها نائب واثنين، احنا كابناء الصعيد 7 محافظات عندنا ما شاء الله نص مجلس شعب. بالضبط صحيح. فخدمات موجوده وميسره ببركه ربنا وسيدنا محمد. والله وانا فرحان اللي شفتك النهارده احمد بيه. الله يخليك. سلم لي على كل البلينه وكل الساحل وكل سوهاج، واجد صعيد مصر، تحياتي ليهم كلهم يعني. طبعا احنا اللي سعداء اكتر باللقاء معاك، وشرفني جدا والله باللقاء معاك، وان شاء الله يعني دايما وابدا داعمين لرابطه الصعيد اللي احنا اصلا منها. طبعا كده رابطه الصعيد هي داعمه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا في اساس الانتخابات القادمه ان شاء الله. طبعا. وداعمين للدوله المصريه دايما. طبعا انا شاكر فضلك انت وفريق
العمل بتاعك، الله يخليك. واتمنى زيارتك يعني تتكرر ونشوفوك، وانا متابعك ومتابع لقاءاتك السياسيه والكوميديه وكله جميل، وانت رجل عظيم الله يخليك. ومن عيله عظيمه ومن بلد عظيمه. وسوهاج دي يعني الحضاره بالنسبه لي، وسوهاج دي تاج على رؤوس كل ابناء الصعيد في الرابطه، بنتشرفوا بيهم، ناس وطنيين وناس عمليين وناس تجاريين وناس هم اصل الاصل يعني. فتحياتي ليك ولكل ابناء سوهاج ولكل ابناء الصعيد، ومعقول لكل ابناء الصعيد خلي بالكم على بلدكم، خلي بالكم على رئيسكم، خلي بالكم من المخططات الخارجيه والداخليه، وربنا ينصرنا وينصركم ان شاء الله. اللهم امين يا رب. شهاده نعتز بيها للحاج كمال عثمان مخلوف، وطبعا سعدنا باللقاء القيم ده، وان شاء الله مزيد من التقدم لرابطه ابناء الصعيد، وشكرا لكم.